المغربي رشيد يزامي وصل لابتكار تقني متقدم يرمي الى الكشف المبكر عن قصر داخلي في هذه البطاريات هذو، وهو السبب الرئيسي لما يعرف بالانفلات الحراري الذي قد يؤدي الى حرائق او انفجارات مدمره خاصه في بطاريات السيارات الكهربائيه. حسب تدوينه نشرها اليزامي عبر حسابه الفيسبوكي الخاص، فان هذا الابتكار يعد قفزه نوعيه في مجال السلامه الكهربائيه، حيث يمكن ان يساهم في انقاذ الالاف من الارواح من المخاطر المرتبطه باحد اخطر تحديات تكنولوجيا البطاريات، مشيرا الى ان هذه التقنيه تمكن من رصد علامات القصر الداخلي في مراحله المبكرة جدا، ما يمنح صناع السيارات ومستخدميها الوقت الكافي لاتخاذ تدابير لازمة لتفادي الكارثة. في سياق متصل قال اليزامي: نحن سعداء بأن مكتب براءة الاختراع والعلامة التجارية الأمريكي منحنا هذا الابتكار الجديد الذي يركز على الكشف المبكر في القصر الداخلي في البطاريات، وهو السبب الرئيسي للانفلات الحراري. نأمل من خلال